كان يا مكان حتى كان الحبق والسوسان، والملك مالك الرحمن، ونزيد نصليو على البينا العدنان. يا سادة يا كرام، كان فيلا صغير ناسو منسجمين، كان قريب من الغابة، واحد الغابة كبيرة اللي تخليها كيتوضر، وقليل اللي كينجاو يرجع للفيلاج. في هاد الفيلاج كانت البنت سميتها شامة، واحد البنت مغامرة، ديما راجعة للدار وحوايجها عامرين تعب وشعرها مشاكك، وماماها ضلت خاصم عليها. هذيك البنت يهديك الله، واش مازال ما باغا ديري عقلك؟ واش باغا تخرجي ليا عقلي؟ شامة حضرات راسها وقالت ليها: وامي راكي عارفاني، عزيز عليا نتمشى وندور، ما تعرفي نطيح على شي كنز. بقات ماماها كتشوف فيها وهي تقول لها: سيري يا بنتي اغسلي ديك الحاله وبارك من الاحلام. جمعت شامة كمامها وبدات تغسل حالتها، سالات وبركت في الطابله تاكل. كان فيها الجوع مع المشي والجري اللي جريت. ناضت البيت تنعس، ما قدرتش تبقى فايقه. نعسات شامة وبدات كتخيل راسها وسط الغابه، غابه شجارها كلهم فواكه ورود. جا الصباح، فاقت شامة، فطرات، لبسات حوايجها ومشات عند صاحبتها. دقات عليها: فينك صاحبتي؟ علاش ما جيتيش عندي؟ كنت كنتسناك. قالت ليها صاحبتها: سمحي لي، راني كنت غير في الشقه، بلاتي غير نلبس ونجي عندك. خرجت صاحبتها وبداو كيتمشاو، وصلوا للغابه. صاحبة شامة خافت، قالت ليها: لا لا صاحبتي، راني خايفه من هذا المكان اللي تخليه محال واش يبان. جاوبتها شامة: غاية الله، على حسابي، راني معك صاحبتي، ما تخافيش، ما كاين اللي ادينا. وزيدون الا كاع ما عرفنا منين نرجعو، حنا نهزو حجر وندقو حفره في اي شجره دزنا من حداها، هكا يكون عندنا دليل على الطريق اللي نتبعو. بقات صاحبتها مخلوعه، ولكن وافقت على كلام شامة. هزات شامة الحجره وبدات تعلم في الشجر. تمشاو شويه، شامة بدات تامل في الحجره. واو، شوفي هاد الحجره في شكل لصاحبتي، شوفي واقيلا شي حد نحتها. قالت لها صاحبتها: هاري نشوف. وهي تندهش، قالت لها: هاد الشي زاز تقول ديال الديكور، ماشي حجره عاديه. وصلوا البنات جنب الواد، حيدوا صنادلهم وبداو يبردوا رجيلاتهم ويضحكوا، وبقاو باركين شويه تحت الشميشه وحاطين رجيلاتهم في الواد. ناضت صاحبة شامة وقالت لها: ويلا نرجع قبل ما تغرب الشمس وياكلونا الدياب. جمعت شامة صنيدلاتها والحجرة تحت باطها، ما سخاتش بيها. رجعوا البنات وتبعوا الشجيرات اللي علمت شامة بالحجرة، تسالموا وكل وحدة دخلت لدارها. نعسات شامة وجا الصباح جديد، فاقت، فطرات وخرجت هاد المرة بوحدها بلا صاحبتها. تمشات شامة وسط الغابة والحجرة في الجيب صايتها. وصلت المكان كله ضبابة، تخلعت وقالت: كيفاش انا خليت ورايا الشمس كتحرق وهنا كله ضبابة؟ شامة زعمات وتمشات وسط الضبابة، بقات غادية شويه حست بصوت بعيد كينهش. تخلعت شامة وبدات تجري. منين جرات لقات راسها وسط الضبابة والصوت باقي كاين. تخلعت شامة وسدات عينيها وكتقول: يا ربي نكون غير كنحلم. حلات شامة عينيها ولقات راسها باقا وسط الضبابة. زادت خطوات ولقات غار كبير، اول مره تشوف الغار. تشجعت شامة ودخلت للغار، بقات متقدمه، ولكن الصوت اختفى، كان الضوء خفيف وسط الغار. هزات شامة الحجره اللي في يديها كسلاح باش تدافع على راسها وتقتل اي واحد حاول يقرب ليها. لاحظت شامة شي حاجه في الحيط وهي تفاجأ، نفس النحوتات اللي في الحجره كانوا في الحيط. شامة بقات كتأمل في الحجره وفي الحيط، حطت الحجره فوق الحيط باش تشوف واش نيت نفس النحوتات. حسات شامة بالارض كتتحرك والحيط بدا كيتفتح. قلب شامة بدا كيضرب باقصى سرعه. ضجرات ما عرفات ما دير، بقات واقفه بلاصتها وكتسنى اش غيوقع. تفتح الحيط والضوء قوي بدا يخرج، وبريق ما مثلو بريق.
شامة حلات عينيها وحكاتهم مزيان، ما صدقاتش راسها اش شافت. حلات فمها وما قدرتش تهدر. شافت الالماس والحجر الكريم عمرها في حياتها شافته. تقدمات 2 خطوات للداخل، شويه تقفل الباب، تخلعت شامة وبدات كتخبط في الحيط وتغوت، لكن بلا فائده. هي وسط الغار، والغار وسط الغابه، مستحيل يسمعوها الناس. استسلمت شامة وبدات تمس في الالماس وتبكي، وبدات تغوت: واش كاين شي حد هنا؟ جاوبوني، راه غادي نسطى. شويه بدات تسمع واحد الصوت، داك الصوت اللي سمعت وسط الضبابه. الصوت كينهج، وهاد المره بقوه. خافت شامة وسدات عينيها وبدات تبكي وتنهج. تفكرات ماماها وخوفها عليها، تفكرات صاحبتها، تفكرات خوتها. شويه طاحت وفقدت الوعي ديالها. حلات شامة عينيها من بعد ساعتين، ولقات راسها فوق سرير قديم لونه بات. هزت راسها ولقات الغول. الغول وجهه كيخلع وعينيه كلهم بياض. شامة بدات تغوت وتركل: واعتقوني واعتقوني. بقى الغول كيشوف فيها ومبتسم. شافتو شامة وسكتات. قالت ليه: شكون انت؟ وشكون جابني لعندك؟ كون غير بقيت في دارنا ما نوصل لهاد المواصل. طمأنها الغول وقال لها: ما تخافيش، ما غاديش نأذيك، انتي بنت زوينة وآية في الجمال، مستحيل نأذيك. تهدنت شامة وسكتات. مشى الغول جاب ليها فاكهة تاكلها، حيت من الصباح ما كلات شامة وشكرات الغول. قال لها: منين انتي؟ وعاودت ليه حكايته وحكاية الحجرة اللي وصلت لها عنده. ضحك الغول وفرح. قال لها: انا فرحت حيت نزلت ليا هدية من السما، حيت بنت بحالك ظريفة وزوينة ألف غول يتمناها. شامة عجبها الغول، وخا كان خايب، ولكن قلبه كان طيب وما آذاهاش. نهار بعد نهار بدا حب شامة كيزيد، وقلبها تعلق بالغول، وحتى الغول تعلق بشامة بزاف، وطلب منها تبقى في جنبه وما تخلاش عليه، وتكون الألماس كلها في ملكها، لأنها أول بنت تدخل قلب الغول. تزوج الغول بشامة وجابو غول زوين كيشبه لبابا، سماوه هشام غول. كبرات شامة وكبر حبها للغول، ووعداتو ما تخلاش عليه. وخا توحشات ماماها وقبيلتها وصاحبتها، وهكا عاش الغول وشامة وشام غول ولدهم في الغار بحب وفرحة. وحكايتي مشات مع الواد، وانا بقيت مع الناس الجواد.